السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مكان، نظام البكالوريا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلامة يا رب، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على حضراتكم. مع حضرتكم مستر محمد الأزهري، معلم أول رياضيات. إن شاء الله هكون زميلك في الرحلة لغاية لما ننتهي من أولى وتانية ثانوي. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن يجعلني سبب في إن أنت تحب الرياضة رقم واحد وتجيب فيها الدرجة النهائية. طبعا انا عارف ان انتوا كلكم ناس شاطره، ان انت مش هتخش ثانوي عام وانت مستواك ضعيف. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يجعلني سبب في ان انا اكون اضافه ليك، وان ان شاء الله تجيب الدرجه النهائيه. طبعا في اولى ثانوي عندنا الرياضه 3 فروع زي الاعدادي. اول فرع وهو فرع الجبر، الفرع الثاني وهو فرع حساب المثلثات، الفرع اللي بعد كده وهو حساب الهندسة. طبعا أنا مش عايز أخوفك، بس منهج أولى ثانوي من المناهج السهلة جدا 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 في الترم الأول والترم الثاني. كلها معلومات قبلية خدتها في إعدادي، فأنت هتلاقي نفسك واثق من نفسك، وإن شاء الله تحل في الامتحان وأنت مطمئن. طيب النهارده احنا هنبدأ بإيه؟ النهارده احنا هنبدأ بفرع الجبر. فرع الجبر مكون من وحدة واحدة. الوحدة ديت فيها حوالي 6 أو 7 دروس، مش ياما. كل درس هنتكلم فيه بالتفصيل التفصيل الممل، لأن أنا زي ما قلت لك أنا يهمني مش الكم الكبير هنا دول، لكن يهمني الكيفية، إن أنت تكون كل درس بتاخده وأنت واقف مطمئن. طيب أول درس النهارده وهو بيتكلم على حل معادلة من الدرجة الثانية. خلاص، يبقى النهارده عايزين نحل معادلة من الدرجة الثانية. طيب قبل بس ما نتكلم في حل المعادلة، احنا عايزين نمسك التفصيل أو العنوان ونفصص العنوان بيقول إيه. طيب أول حاجة هو بادئ معانا بكلمة معادلة. طيب إيه هي كلمة معادلة ويعني إيه كلمة معادلة؟ المعادلة هي عبارة عن جملة رياضية لازم تحتوي على علاقة تساوي. تمام؟ يعني مثلا زي س ناقص 3 تساوي 5. س تربيع ناقص 5 س زائد 6 تساوي 0. فدي معادلة. تمام. المعادلة ديت اللي احنا عايزين ان احنا نحلها النهارده هي من الدرجة الثانية. يعني ايه من الدرجة الثانية؟ يعني أعلى أس موجود في المعادلة هو من الدرجة الثانية، هو 2. يعني يا فندم هتلاقي دايما هو س تربيع، ده اللي احنا بندور عليه. طبعا كل شغلنا هيبقى فيه متغير واحد. يعني ايه متغير واحد؟ يعني يا اما المعادلة كلها س، يا اما المعادلة كلها ص، يا اما المعادلة كلها عين، فهي من متغير واحد. كلام سهل. طيب آخر كلمة في الجملة وهي كلمة حل. حل معناه إيجاد قيمة للمجهول في المعادلة. يعني أنا المعادلة اللي هو مديهاني سواء كانت المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، المطلوب مني إن أنا أجيب قيمة بقى للمجهول في المعادلة دي. يعني هنا في المعادلة دي فيها س، أنا المطلوب مني أعرف قيمة السين في المعادلة دي تبقى بكام. طيب ازاي بقى هنقدر نحل المعادلة؟ ده كلام. المعادلة بتاعتنا عشان تقدر تحلها فهي ليها ليها طريقتين. يا إما بيانيا يا إما جبريا. طيب الحل الجبري عشان ما اطولش عليك هو بيشمل التحليل وبيشمل القانون
العام. طبعا حضرتك أكيد مليار في المية سمعت عن الحاجات دي. طيب بيانيا اللي هو عن طريق الرسم البياني. خلاص، يبقى أنا هنا عشان أقدر أحل المعادلة بتاعتي فقدامي طريقتين، يا إما الحل البياني يا إما الحل الإيه؟ الحل الجبري. طيب نبدأ مع بعض بالحل البياني. فالحل البياني لو أنا بقى بتكلم بيانيا، فهنقول مثال شبه ده. دالة س بتساوي س تربيع ناقص الأربعة، والمطلوب مني إن أنا أحل بيانيا متخذا السين بتنتمي للفترة من -3 ل3. طيب أنا عشان أحل المعادلة دي بيانيا سنة أولى كنت أفكرك بنبدأ إن إحنا نعمل جدول. الجدول بتاعنا كان بيبقى مكون من س وص. طبعا هو قال لك متخذا في الفترة من -3 ل3، فسالب 3 -2 -1 0 1 2 3. ببدأ بعد كده أعوض في الدالة اللي هو بيديها لي س تربيع ناقص الأربعة. الس هنا عندنا ب3، فسالب 3 تربيعها 9، 9 ناقص الأربعة 5، -2 تربيعها 0 تربيعها 4 ناقص 4 0. بعد كده هتلاقي -1 ناقص 3 1 ناقص 1 ناقص 4 -3 -4 -3 0 5. أو لو أنت متعود على الآلة، كنا بنعملها في تالتة إعدادي مود تيبل، واختار المعادلة واكتبها على الآلة بيطلع لي الجدول على الآلة. طيب بعد كده كنت بروح على ورقة الرسم البياني. طبعا هنا 1 2 3 4، هنا -1 -2 -3 1 2 3 4 5، هنا -1 -2 -3 أخيرا -4. عندنا هنا -1 -3 و5، بعد كده -2 و0 -1 و3 0 و4 1 و3 2 و0 3 و5. طبعا الحته دي انا بشرحها بسرعه لان انا متاكد ان انت اصلا واخدها السنه اللي فاتت كذا مره واكيد متقنها، فمفيش داعي ان احنا نطول فيها. ادي الرسمه بتاعتنا بالمنظر ده. كلام سليم. طيب ايه بقى الجديد؟ اللي مفيش حاجه جديده لغايه دلوقتي، يعني انت حتى برضه خدت في ثالثه اعدادي ان احنا بندور على نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات. يبقى احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ بندور على حاجه اسمها نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات. طبعا هنا قطع في النقطه اللي هي 2 و0، وكذلك برضو اتقطعت في النقطة -2 وإيه؟ و0. طيب باخد المسقط السيني اللي هو هنا 2 و-2، يبقى إذا مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص الأربعة تساوي 0 هي 2 أو -2. يبقى أنت عشان تحل بياني بتعمل جدول، ومن الجدول بتبدأ إن أنت ترسم، ومن الرسم بندور على نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات. بعد كده بجيب نقطة التقاطع واختار المسقط السي. لذلك انت خدت في ثالثة اعدادي ان احنا عندنا 3 حالات، يا اما المنحنى يقطع السينات في نقطتين، يا اما المنحنى يقطع السينات في نقطة واحدة، يا اما المنحنى لا يقطع محور السي. طب لو قطع محور السينات في نقطتين يبقى هم دول مجموعة الحل، يعني هنا لو لام وميم يبقى مجموعة الحل هو لام وميم. قطع في 2 و-2 يبقى لام وميم. 2 و-2 قطع في 3 و-3 يبقى 3 و1 ايا كان. طب هنا قطع في 3 بس، في 2 بس، في لام بس، يبقى مجموعة الحل هي لام. طب لو ما قطعش خالص يبقى معنى كده ان مجموعة الحل في الحتة دي هتساوي ص. يبقى احنا هنا يا جماعة اتكلمنا في حل المعادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا. قلنا لما يترسم المنحنى ويقطع في نقطتين يبقى هم دول الحل.
قطع محور السينات في نقطة يبقى هي ده الحل. طب ما قطعش محور السينات خالص يبقى مفهومات الحل بتبقى فاي. طيب كلام سليم. طب في حتة كمان مهمة جدا جدا في الحتة دي اللي هي ايه؟ لو انا جبت لك دالة شبه دي قلت لك دالة س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 5 وما اديتلكش فترة، يعني انا كل مرة كنت بقول لك فترة من كذا لكذا، فانت كنت بتقدر تطلع منها راس المنحنى بالحق صحيح، راس المنحنى اللي هي النقطة دي، فانت كنت بتقدر تطلع منها نقطة راس المنحنى اللي هي 0 وسالب 4 عن طريق الرسم او عن طريق الجدول اللي هي النقطة اللي كانت بتبقى في النص. طيب لو انا بقى ما اديتلكش فترة وقلت لك طلع لي نقطة راس المنحنى، ده شيء مهم جدا جدا جدا. طيب نقطة راس المنحنى كانت علينا في ثالثة إعدادي برضه، بس مش عارف انتوا في ناس أخدتها وفي ناس اهتمت بالمعلومة ديت وفي ناس لأ. نقطة راس المنحنى هنا يا جماعة عشان تقدر ان انت تعرفها لازم الأول نتكلم معاك في شكل الدالة التربيعية اللي هي تبقى في صورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج. كلام سليم. طيب ايه أ ده اللي هو معامل س تربيع، احنا خدناه طبعا الكلام ده الترم اللي فات لما اشتغلنا القانون العام. ب هو معامل س، ج هو الحد المطلق. فنقطة رأس المنحنى الحتة دي هتفرق معاك جدا 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 في تانية ثانوي، هي عبارة عن سالب ب على 2 أ ودالة السالب ب على الاتنين أ. يعني من الآخر كده باخد سالب معامل س على 2 معامل س تربيع وبرجع أجيب دالتها. يعني في المثال اللي قدامنا هنا لو أنا حبيت أحسب دالة نقطة رأس المنحنى فهقول سالب ب على 2 أ سالب ب هنا بسالب 4، فيبقى سالب في سالب بموجب يبقى دي ب4 على 2 أ يعني 2 في 1 يعني تطلع ب2. كده أنا جبت سالب ب على 2 أ. برجع أجيب دالتها بقى، دالة السالب ب على 2 أ يعني إيه دالتها؟ يعني برجع أجيب دالة الاتنين ذات نفسها. طب دالة الاتنين ذات نفسها يعني هشيل السين أحط مكانها 2، ف2 تربيعها 4 ناقص 4 في 2 ب8 بشيل السين أحط مكانها 2، بشيل السين أحط مكانها 2 زائد 5 4 ناقص 8 سالب 4 زائد 5 يبقى موجب 1. إذا نقطة رأس المنحنى هي 2 و1. طبعا نقطة رأس المنحنى مهمة جدا 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 إن نقدر من خلالها إن إحنا نجيب معادلة محور التماثل اللي هو س بتساوي 2، باخد المسقط الأول وأقدر أجيب القيمة الصغرى اللي هي عندنا هنا بتساوي 1، دي القيمة الإيه؟ القيمة الصغرى. فده بمنتهى البساطة الحل البياني. طيب يبقى سريعة كده الحل البياني عشان ما تنساهوش كنا بنرسم جدول، والجدول ده جاي واخدينه عاملين منه منحنى، المنحنى ده نشوف قطع محور السينات فين، لو قطع في نقطتين يبقى هو ده الحل، قطع في نقطة واحدة يبقى هو ده الحل، ما قطعش خالص بنقول فاي. طب ما ادانيش جدول بقدر اجيب نقطة راس الايه؟ المنحنى. كلام سهل. طيب الحل الجبري بقى. الحل الجبري بيعتمد على حاجتين أساسيتين. أول حاجة وهو التحليل. فتعال نشوف أكتر من فكرة في التحليل ونشوف هنحلها ازاي. يعني مثلا أول فكرة س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بتساوي 0. طبعا دي جات لك على الطبطاب يا معلم. ليه؟ لأنك أنت هتفتح قوسين س تربيع هتبقى س وس 6 2 في 3 ومجموعهم 5. خد بالك الزائد دي يعني معناها إن مجموعهم يطلع في النص اللي هو 5. الطلبة اللي كانت معايا من السنة اللي فاتت في أغنية كده بسيطة بحفظها لهم الإشارات، الأخير ده موجب فكنا بنقول عليه موجب ده زين، زين يعني حلو زيك كده، يدي إشارة الأوسط للاتنين يعني سالب وسالب وبعد جاي أقول ده بيساوي 0. طيب هرجع أقسم مرات نصين، يا إما س ناقص 2 بتساوي 0 يبقى س بتساوي 2، يا إما س ناقص 3 بتساوي 0 يبقى س بتساوي 3.
عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ما تنساش ان المعادله تساوي صفر. والله 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 وانا طالب، قسما بالله ايديا في حته هنا مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا، متعلمه. كنت بحل مره مساله ونسيت اقول بيساوي صفر، فلقيت المستر في المجموعه او في السنتر كان بيكتب بالقلم، مسك القلم رشه رشه في ايديا. زمان يعني المدرسين بتوع زمان، طبعا أنا دلوقتي ما ينفعش اعمل الكلام ده. المهم ما تنساش خلاص. فبالتالي ميم ح محشي مجموعه الحل محشي حمام هتساوي 2 وايه؟ 2 و3. طبعا دي معادله سهله وانا عارف ان كلكم بتعرفوا تحلوها. جات لي مثلا حاجه شبه كده، س تربيع بتساوي س، هتدخل س بعكس الاشاره، يبقى س تربيع ناقص س بتساوي صفر، تاخد س عامل ايه؟ مشترك. س تربيع لما تاخد منها س هيبقى لك س، س لما تاخد منها س هيبقى لك 1 بتساوي صفر، يبقى يا اما الس بتساوي صفر يا اما الس بتساوي 1، وبالتالي برضه محشي حمام مجموعه الحل هتساوي صفر او ايه؟ او 1. ده لو هو تحليل. آخر حاجة مثلا س أس 2 بتساوي 25. والله ممكن تقول لي على طول بأخذ الجذر التربيعي، يبقى س هتساوي، ما تنساش بالله عليك الحتة دي في موجب أو سالب، عقدت جيل بحاله موجب أو سالب، يبقى الإجابة مجموعة الحل يا إما 5 يا إما -5. الكلام ده لو أنا بحل جبريا. طيب امتى ألجأ للقانون العام؟ ألجأ للقانون العام لو جات لي حاجة شبه كده، س تربيع ناقص 3 س ناقص 7 بتساوي 0. هنا بقى يعني هنهدى، نمسك العقل ونفكر قبل ما نحل. هل في عددين ضربهم 7 وطرحهم يدينا 3؟ يعني السبعة أنا على حد معلوماتي 1 في 7، 1 في 7 بكام يا شباب؟ ب7. طب فرقهم بكام؟ ب6. عمرها ما تيجي فرقها ب3، لا في حاجة أو في طريقة أو في رقمين ضربهم ب7 وفعلا يكون طرحهم ب3. فتعال نشوف إيه هما الرقمين دول. طبعا قبل ما نحل المعادلة لازم تكون فاكر القانون العام. بس قبل ما نبدأ نحل القانون العام، تعالوا نكتبه بس. أول حاجة الألف اللي هو معامل الس عندنا هنا بواحد، الب طبعا ألف آسف معامل س تربيع، الب معامل س اللي هو -3، وأخيرا الجيم وهو -7. طيب القانون العام كان بيقول إيه؟ كان بيقول س تساوي ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. طبعا المفروض من الإعدادي تكون عارف إن إحنا أول حاجة بنحسبها حاجة اسمها المميز. إيه هو المميز؟ اللي هو الحاجة اللي تحت الجذر اللي هي ب تربيع، ناقص 4 ألف ج. نبدأ نحسبها. الب بسالب 3 تربيعها 9، مش هقول -9، ناقص 4 في ألف اللي هو بواحد في ج اللي هو -7، يوم يطلع 9 زائد 28 اللي هو 4 سالب 4 في -7، يوم يدينا 37. طيب بعد كده بنبدأ نقول له إذا س تساوي فاصلة س تساوي، طيب سالب ب، الب بسالب 3 يبقى موجب 3، مرة زائد ومرة ناقص. وخدت بالك ان انك في ايه؟ في سالب ب، وهي هنا سالب 3، فسالب في سالب تقلب موجب، يبقى 3 جذر 37، هنا جذر 37 على 2 ألف اللي هو 2 ألف اللي هي بواحد، هنا 2 ألف اللي هي 2 في 1. طبعا بتبدأ تستخدم الآلة وتطلع قيمة السين هنا وقيمة السين هنا، ومتنساش تكتب مجموعة الإيه؟ ومجموعة الحل. تعالى أوريك استخدام الآلة. لحظة. طيب ادي الآلة بتاعتنا اهي، ببدأ أعمل شرطة كسر وأقول 3 شرطة كسر 3 زائد جذر 37 وأنزل تحت على 2 في 1، هيطلع لي الرقم ده اللي هو 4 و54 من 100، يبقى دي 4 و54 من 100.
ومجرد ان انا ارجع بالسهم لورا واغير اشارة الزائد اخليها ناقص واعمل يساوي، هيطلع يا صديقي سالب 1.54. طبعا السالب بيتكتب ناحية اليمين، فمجموعة الحل هتساوي يا إما 4.54 يا إما سالب 1.54. كلام سالب. طبعا دي مسألة في المتناول زي ما بيقولوا. لو خدنا مثلا حاجة زي كده س بتساوي 4 زائد 4 على س تساوي 3. احنا عايزين برضو نحل المعادلة ديت. نفس الموضوع، هضرب المعادلة كلها في س. اشمعنى س؟ عشان نتخلص من المقام اللي عندنا. يبقى أنا هضرب المعادلة كلها في س. طيب لما أضرب المعادلة كلها في س يبقى س في س يبقى س تربيع زائد 4 على س في س. الس هتروح مع الس بقى لك 4. 3 في س ب3 س. هندخل ده ولاد جوه بعكس الإشارة. س تربيع ناقص 3 س زائد 4 بيساوي 0. هل أنا عندي عددين ضربهم 4 ومجموعهم 3؟ ال4 2 في 2 يا 1 في 4. فبالتالي هبدأ أحسب أو أطلع الألف اللي هو ب1، ب بسالب 3، الجيم بموجب 4. طيب أدي الألف وأدي الب وأدي الجيم، فتعالى مع بعض نبدأ نكتبه القانون. س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. طبعا هنا بنحسب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب تربيع هنا الب بسالب 3 ارباعها 9 ناقص 4 في أ اللي هو 1 في ج اللي هي ب4، فتطلع 9 ناقص 16 سالب 7. وهنا هنقف لحظة. خد بالك يا صديقي لو إن المميز بتاع حضرتك طلع عدد موجب، احنا بنكمل عادي ونطلع المعادلة ليها حلين. يعني ايه ليها حلين؟ زي ما حلينا المسألة قبلها كان ليها حلين، طلع عدد زي 37 فدي ليها حلين ما فيهاش مشكلة. طيب لو طلع صفر فده برضه عادي مفيش أي مشكلة، يبقى ليها حل واحد وده ما عنديش فيه أي مشكلة. طب لو هنا بقى زي ما هنا طلع لك أو هنا كان المميز عدد سالب، مميز عدد سالب يبقى ليس لها حل في ح، وبالتالي ما كملش المسألة وأقول له م ح. مجموعة الحل هتساوي فاي اللي هي ناتج لحل الايه؟ المسألة. طيب هو ده كل الدرس الأولاني؟ هو ده كل الدرس الأولاني فيما عدا فكرة بسيطة باقية هنقولها بسرعة. إيه هي؟ مثلا جيت قلت لك إذا كانت س تساوي 2 أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص ك س زائد 6 بتساوي 0، فأوجد أو فإن قيمة الكاف تساوي 1. عشان ما تتخضش من كلمة جذري المعادلة، كلمة جذري المعادلة يعني حل من حلول المعادلة. يعني الراجل بيقول لك س بتساوي 2 ده أحد حلول المعادلة. كل اللي حضرتك هتعمله إن أنت هتمسك الحل اللي الراجل مديهولك وتعوض بيه في المعادلة. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أنا لما أجي أحل همسك كده، تعالى يا س أنت قلت لنا إن السين قيمتها ب2، يبقى أقول له عند س تساوي 2 عوض 2 تربيعها 4، 2 مطرح السين في كاف يبقى ناقص 2 كاف زائد 6 بيساوي 0، 4 ناقص 6 10 ناقص 2 كاف بيساوي 0. ودي ده الناحية التانية يبقى 10 بتساوي 2 كاف على 2 يبقى قيمة الكاف هتساوي 5. يبقى أنا قدرت أطلع قيمة الإيه؟ قيمة الكاف. يعني متهيألي إن إحنا أوفينا واستوفينا في الدرس الأولاني. طبعا الدرس الأولاني أنت لاحظ أنت ماخدش حاجة جديدة. يعني حل معادلة من الدرجة التانية أنت خدته في تانية إعدادي جبريا لو بالتحليل، خدته في ثالثه اعدادي بيانيا في الترم الاولاني، وخدته بالقانون العام في الترم الثاني، فانت يعتبر ما خدتش حاجه ايه جديده. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده خلاص خلصنا الدرس، بس الفيديو اللي جاي يبقى فيديو حل تدريبات على الدرس الاولاني عشان لما تاخد الواجب بتاعك تعرف انت حليت صح او حليت غلط. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون وفقنا
في عرض الدرس الأولاني، ونشوفكم على خير إن شاء الله في حل تدريبات الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.